مساء الخير مشاهدي ومتابعي بوابة أخبار اليوم، أهلا ومرحبا بكم وبث ميداني جديد. والنهاردة إحنا تحديدا في منطقة البراجيل التابعة لمركز أوسيم بنرصد لكم تفاصيل وقعة أو جريمة شبهة جنائية في مقتل رجل مسن. الحكاية ابتدت لما نجل المجني عليه بعد ما دفنه بثلاث أيام اكتشف إن جم ناس قالوا له ان والدك ما ماتش موتة عادية، وان والدك توفى مقتول. احنا النهارده معانا نجل المجني عليه كابتن اسامة يحكي لنا تفاصيل الواقعة. اتفضل يا كابتن، عرف نفسك. كابتن أسامة، مدرب كاراتيه ومرنت في أماكن عديدة. طبعا مش هينفع أقول أسامي. هي بداية القصة كانت يوم 10. كان بقالي فترة ما شفتش والدي، كان مسافر المحلة مع مراته التانية. ويوم 10 اتفاجئت بوالدتي بتتصل بيا بتقول لي مرات أبوك واللي هي الشاهدة معاها جايين البيت وبيسألوا عليك وبيقول والدك وقع في الشارع. طبعا انا لما جيت كان حوالي 3 او 4 العصر. اتصلت على تليفون والدي، مراته اللي ردت عليا. رحت المنطقه اللي هم قالت لي عليها، حتى اسمها درب العساكر او العسكريه. البراجيل، في البراجيل جوه، في محافظه الجيزه، مركز اوسيم. دخلت طبعا المكان، كانت مراته واقفه على الشارع. لقيت والدي قاعد في حاله صعبه شويه. اولا كان لابس جلابيه ومتبهدله جدا. حاجبه مفتوح بعمق. الجفن كان نازل تحت وفيه مجلط دم كتير. ودنه كان مجلطه دم. كان فيه نقره على المخ من فوق. اما كنت بحاول اشده من دراعه عشان اركبه توك توك عشان اوديه المستشفى، كان دراعه تعبه. انا افتكرت من الوقعه، لان هم فهموني ان هو وقع من على السلم 4 درجات. ما اقتنعتش ب4 درجات، بس ما شكتش في الامر. قلت ممكن يكون حديده او سن هو اللي عمل كده. طبعا حاولنا ناخده. هو كل اللي عليه سيبني حشني، ده اللي كان بيردده. ما كانش عارفني، مش عارف اسمه، مش عارف حد من اللي واقفين. كان فاقد الوعي خالص خالص. هو مفتح وبتاع بس عامل كده ومش دريان بحاجه. شلناه بالعافيه، مش عايز يقوم. ركبناه توك توك، رحنا مستوصف اسمه الخلفاء هنا في البراجيل، كان اول مره اروحه. طلعنا برضو بالعافيه، مش عايز ينزل. هو كل ده احنا بنشيله، هو ما مشيش على رجله خالص. طلعنا فوق. الدكتور قال اما ساله قام مش مستوعب. حتى انا كنت بسال اسلام، يعني هو كان يسال الدكتور، يسال على حاجه كنت اسال اسلام اللي هو ابنه من مراته الثانيه. ابنه من مراته الثانية واخويا عنده 26 سنه. الدكتور قال لي انا هخيط لك الجرح، مفيش مشكله، وانضف لك الكلام دوت، بس حاول تعمل له اشعه على المخ، اشعه مقطعيه. قلت له تمام. انا كان كل اللي معايا بصراحه، كان كل اللي معايا 500 جنيه. طبعا كان في ايدي فلوس وعلى المحفظه فلوس، فانا يعني دفعت جزء ونزلت صرفت الباقي من بره ورجعت. عملنا له 7 غرز تجميليه في الحاجه، حتى مدفون بيهم. رجعنا. طبعا كتب لي تقرير وكتب لي علاج. انا كل دوت كنت متوقع ان هو غايب عن الوعي عشان الكونكور اللي هو بتاع الضغط. الدكتور خياطه ما شكش ان الخبطة اللي فيه دي ضرب. هو الاول قال لي هي حادثه. قلت له لا، هو على السلم. هو واقع ازاي يا اسلام؟ طبعا لان انا ما اعرفش. بس يا اسلام واقع ازاي يا اسلام؟ يحكي للدكتور بالظبط، لان اسلام اللي كان موجود. الجلابيه كعبلته وقعته. ده كل اللي بيقولوه. اصل هو بيعمل حمام على نفسه. اصل هو بيتوب. كل ده مرات ابويا كانت بتحاول تفهمه لي. وانت لما رحت فعلا لقيته تايه ومش واعي؟ لا، مش موجود. انما قبل ما يمشي بحوالي 2 أو 3 شهور قبل ما يسافر، لا والدي كويس. كان دارك. كان دارج وبيعمل حمام عادي جدا ومفيش الكلام ده خالص. المهم رجعنا. طبعا جبت له حاجه للضغط وكركديه وحاجات سوائل ساقعه، وجبت له جبنه من غير ملح، وجبت له كونكور عشان ياخد الدواء. ومشيت بقيت اتابع مع مرات ابويا. يومين
جت اختي نعمل عنده زياره وبتاع، اختي بتقول لي شكله مضروب. قلت لها لا ده من الوقعه، يعني انا مش شاكك في حاجه. قلت لها لا من الوقعه. بتقول لا شكله مضروب، وبعدين ابوك مش عارفني. ما عرفش اختي، ما عرفنيش، ما عرفش اي حاجه خالص. جينا بعد كده بعد ما قمنا بالزياره وجبنا له حاجات، بعدها بساعتين بالظبط، بعد ما مشينا بساعتين مراته اتصلت بيا، ابوك مات، الحق الدنيا. الكلام ده كان يوم 13، يعني بعد الواقعه الاولانيه بيومين. الاولانيه كانت يوم 10، يعني 11 12 كان يوم 13. 3 ايام بعد ما رحت خيطته اه وقع منك كده بالسلم لما قالوا بالظبط. تمام. المهم رحت الوحده الصحيه عشان اجيب الدكتور المختص. قال له لا ده اتنقل اوسيم. فقلت طب اروح اشوف، لان مرات ابويا ساعات بتهول الامور شويه. رحت لقيته فعلا ايه مفوقينه وبس بينهج ومش قادر. بقول لها طب ليه كده؟ بتقول اصل هو وقع وما نطقش. اسلام كان جايب توك توك على اساس نوديه الخلفاء تاني. انا قلت له لا، هات التوك توك زي ما هو ونشيله، هنطلع على العجوز على طول، مش هنطلع ولا موظفين ولا الخلفاء. خدنا التاكسي فعلا وطلعنا على العجوزه. دخل الطوارئ، الدكتور قال لي مش هينفع يخرج الا على العنايه المركزه، ما كانش فيه سرير موجود. عملنا اشعه مقطعيه على المخ، عملنا اشعه على الصدر، عملنا تحاليل. الدكتوره هناك وصلتني بدكتور المخ والاعصاب في التليفون. قال لي والدك عنده نزيف داخلي بقاله شهر. ده من خلال الاشاعه، بس طبعا لو في حاجه تانية كان اشعه الرنين كانت تبقى افضل بكتير. بس ده تخصصه يعني. ده اللي حصل. المهم انا ماشي الساعه 4 واخد تقرير على اساس ادور له على عنايه، العنايه المركزه، سرير عنايه مركزه. مشيت الساعه 4 الفجر، روحت تاني يوم. جيت وانا في الطريق مرات ابويا بتقول لي ده حطوه في اوضه وخلوني بره وخمس دكاتره جوه وبيحاولوا ينطوه. طبعا ما فهمتش يعني ايه ينطوه منها. المهم يعني قبل ما اقرب قالت لي ده دخل عنايه مركزه. قلت لها طب تمام. على ما رحت ما لقيتش مرات ابويا، مشيت. اتصل بيها مقفول، بعد كده اتفتح، قالت لي ده احنا جايين في الطريق، احنا جايين في الطريق. المهم انا ايه شفت الحسابات، شفت الدنيا ومشيت عشان اقدر اتصرف في فلوس تاني طبعا عشان التكلفه تبقى عاليه. وانا في الطريق طبعا بتابع مع مرات ابويا عملت ايه، الدنيا ايه. قالت لي احنا خلاص وصلنا وهنخش الزياره. قلت لها الزياره من 3:30، حاولوا تنجزوا. ومشيت. جينا بالليل، والدتي اتصل بس الساعه 1:30 بالليل، ما كنتش انا لسه روحت. البقاء لله، والدك اتوفى. الكلام ده يوم 14، احنا دخلنا 13، اتوفى يوم 14. خدت رقم المعاون اللي هناك، قال لي والدك توفى من ساعتين، بس انا عشان حرمه الميت اتصلت بيكم عشان ابلغكم. هو طبعا المعاون اتصل على مرات ابويا، ما اتصلش عليا. مرات ابويا انا ما اعرفش المعاون ده ايه بالظبط، لان انا ما شفتوش لحد ما خلصت. في المستشفى. ده اتصل على مرات ابويا، ومرات ابويا والشاهده هم راحوا لوالدتي البيت، ووالدتي اتصلت بيا. حتى انا قلت كويس ان والدتي كانت مركزه، لان والدتي بتتوب من الجلطه وكده والشلل النصفي اللي عندها، الحمد لله يعني. تاني يوم المفروض كنت انا اروح المستشفى اخلص الورق. اخواتي اللي هي اختي واخويا الكبير اللي هو من امي اتصلوا بيا قالوا لي لا روح انت البلد عشان تجهز الدنيا، لان مش عارفين العنوان ومعناش ارقام تليفونات من ساعه ما مرات عمي توفت. خلصت انا هناك وهم خلصوا هنا، وبعد كده طلعنا ودفنا، وكان اسلام معانا وامه معانا. واحنا راجعين طبعا ادينا ام اسلام فلوس، واختي اديتها فلوس، وانا حاولت اجيب حاجات كده لاسلام. المهم مفيش 3 ايام كنت انا راجع هبتدي اشوف شغلي، لقيت شيخ ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش، اسمه الشيخ نور، ده اسمه الشهرة بتاعه. واسمه الحقيقي فتحي. قال لي استنانا على الشارع، قال لي حضرتك انا مستنيك هنا عند الشارع عندك، عايزك في موضوع. قابلته، هو اللي اتعرف عليا، واحد شاور له قال له ده الكابتن اسامه. قال له قال لي طب تعالى نطلع بره الشارع، يعني بعيد كان نروح على الموقف. قال لي والدك ما ماتش موته طبيعيه. ازاي؟ طلعت له التقارير، طبعا ما كنتش مصدقه. قال لي الشهاده اللي بتقول ان هي يوم المشكله دي والدك ومرات ابوك كانوا بيتخانقوا على مصاريف البيت.
خناقات زوجيه، خناقه زوجيه عاديه زي اي بيت عادي، ما فيهوش اي مشكله. طيب وهي كانت بتضربه في صدره بالبنيات، تقول له غور في داهيه يا رب ما ترجع، كلام من هذا القبيل. المهم هو لافف في ظهره وماشي. اسلام قال له ده انا هقطعك، وقام بالرجل قام ضربه في كتفه. ومن كلام الشهاده ان هو كان نازل سلمتين، يعني فاضل سلمتين بس، فما تجيبش الجرح اللي هو كان فيه ده خالص يعني. بس ممكن تجيبه في قوه الدفع، وطبعا تقرير الطب الشرعي هو اللي هيقول، مش انا اللي هحدد يعني. طبعا اما قال لي الكلام ده الشيخ نور ده عرف منين؟ الشيخ نور قال لي انا عندي واحد زميلي عنده صبانه جوه البراجيل. قال له في واحده جات لي ضميرها بيأنبها في حد مات وعايزه تكلمها، كلمها في التليفون، شرحت له الوضع. عايزه تشوره في فتوى دينيه. بتقول له ضميري مأنبني. الست اللي هي اللي بتسال دي كانت ساكنه جار ولا قدامه على طول في الاوضه، هم نظام اوضتين. ان هي شافت الواقعه وخايفه ان هي تكون بتكتم شهادتها تتحاسب عليها قدام ربنا. بتقول لي ضميري مأنبني ووالدك بشوفه قدامي. الشيخ عرف منها. الشيف قال لها عايز اشوفك. عرف منها يعتبر انت مين وساكن فين وكده وبيانات. عارف كل حاجه، وما رضيش يقول لها في التليفون. قال لا قال له انا محتاج اشوفها قدامي. تمام. وراح وعارف بالطريقه المكان بتاعه والدنيا فين وبتاع، وسال مين اللي مات اليومين دول. كابتن اسامه، يبقى الدنيا هنا، يبقى العنوان هنا. عرف وصل. لان هي كانت خايفه تيجي تتكلم، هي كانت بتسال مجرد تريح ضميرها وبس. طبعا اما قال لي كده قلت له لا، طب خلاص تعالى هنروح. هو بيقول لي لو ما بلغتش انا هبلغ. قلت له لا، ده والدي يعني. بس انا رحت معاه وما كنتش واثق ان اخويا الصغير هيعمل حاجه زي كده. حتى لا ابدا، لان كمان الست بتحكي بتقول ان هو اما وقع اولا عمل حمام ميه وبراز، بقى يزحف على ايده عشان يخرج بره، خايف منهم او مرعوب، ما اعرفش بالظبط. نزل من دماغه كتله دم كبيره، بتقول لي ما اعرفش هي جت منين، وحتى هي ما تعرفش ايه اللي وقع ده. مرات ابويا خدها وخبتها او رمتها، ما اعرفش، هي نفسها ما تعرفش. بتقول لي بس انا شايفاها وبتشيلها وقعدت تنظف مكان الدم، عشان انا لو جيت شفت مش هسكت. لا يعني ما كنت هتصرف، يعني ما كنت اجيب النجده وتيجي تثبت حالها يعني. المهم قلت له بص يا شيخ انا مش مقتنع، بس تعالى هروح القسم. رحنا النقطه، قابلنا البلوكامين، راجل محترم. كتب اللي احنا قلناه كله، وقام مصوره وبعته لحد، وبعدين وجهنا لمركز اوسيم. رحنا قابلنا عبد الحميد بيه في المباحث، من الناس المحترمه بجد بجد، خلوق. ما سبناش، قال 1 2 3 4 هتطلعوا دلوقتي على نقطه البراجيل، هتقابلوا اسلام بيه اللي هو رئيس النقطه او رئيس المباحث في النقطه. قلت له تمام. رحنا. راجل محترم وسريع جدا بصراحه، وسريع البديهه ما شاء الله عليه، ربنا يزيده يا رب. قلت له انا اجيب لك اسلام، يعني الموضوع بسيط، اسلام هيجي لو كده هيقول على طول لو حصل كده، بس انا واثق ان هو ما حصلش. يعني لاخر لحظه انا كنت واثق في اخويا بصراحه يعني، لان ده راجل كبير وظهره محني، يعني حتى ما بيعرفش يعدل ظهره. قال لي طب هاته. رحت استنيته بره. والدي 88، فاضل له شهر يبقى 88. راجل كبير وظهره محني يعني ما يقدرش ان هو يعافر مع حد يعني. استنيت بره، وكان في امين في حته. طبعا انا قلت له انا اجيبه بالراحه، واسلام دخل معايا النقطه فعلا بالراحه، وبس طبعا ما فهمتوش الموضوع ده، فهمته على موضوع تاني خالص، ودخل جوه. كان اسلام بيه ما شاء الله عليه كان جاب مرات ابويا وجاب الشهده اول ما وصلنا، يعني يا دوب احنا دخلنا ودول جم. ما شاء الله الحنكه بتاعت اسلام بيه قام مدخل الام الاول اللي هي ام اسلام، دخلت جوه اعترفت بكل حاجه. بعد كده قام مدخل الشهده، قالت نفس الموضوع. بعد كده قام مدخل اسلام، الاول انكر، لا ما اعرفش، لا مش عارف ايه. قال له بص والدتك قالت، فانت قول على طول. اعترف. قال الدنيا 1 2 3 4. طبعا الاثنين محجوزين، اسلام وامه لحد النهارده. مشيت انا والشهده تحقيق شغال. مشيت انا والشهده على اساس ان احنا تاني يوم الساعه 11 نبقى في اسم مركز اوسيم. رحنا قابلنا رئيس المباحث مصطفى بيه كمال، راجل ذوق جدا ومحترم ومتفاهم جدا.
واحنا كنا قاعدين في اوضه فيها تكييف. بصراحه الراجل قابلنا بالرغم ان اليوم كان طويل جدا، يعني احنا ماشيين 2:30، بس انا متفاهم التحيات ومش زعلان. الناس بتشوف شغلها وشافته على اكمل وجه، وكانوا سرعه جدا بصراحه. خلصنا مشينا، قال بكره الساعه 9 تبقوا في النيابه، في نيابه اوسيم في امبابه. ورحنا. رئيس النيابه ما شاء الله عليه راجل محترم، قابل الشهاده الاول، وعم حول الموضوع لوكيل النيابه احمد بيه عمرو، راجل برضو من الناس المحترمه جدا، وكان ذوق وفي قمه الاخلاق، وحتى الاسئله بتاعته في متناول المواطن البسيط يعني. طبعا قعد ياخد اقوالنا، وبعدين رجعنا، وبعدين ياخد اقوال الاسلام، وبعدين امه، وبعدين الشهاده، وبعدين يرجع تاني. فالموضوع طول، بس انا متفاهم برضو ان دي اجراءات، وهو يعني عمل اللي عليه وزياده بصراحه. فاحنا منتظرين ان شاء الله يعني تقرير النيابه باخراج الجثه ان شاء الله. استخراج الجثه بالظبط. يعني الموضوع كله هيبقى الطب الشرعي هو اللي هيقول كلمته في الاخر، مش احنا. وانا اتمنى، يعني ده اخويا، انا اتمنى ان ما تطلعش الضربه هي اللي اثرت، يعني انا اتمنى له كده. اما لو كده فانا عايز حق والدي، يعني دوت بيطالبني بطريقه ما ان انا اجيب له حقه من اخويا للاسف، لان انا اللي خسران الاثنين. فربنا يرحم الجميع، ومنتظرين ان شاء الله خير بامر الله. نشكر حضرتك، وكنت معكم انا تامر عادل، صحفي من بوابه اخبار اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.